عناوين الصحف السودانية اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023. الجيش السوداني المعسكر في الكيلو 49 على طريق شريان الشمال بغرب أم درمان مركزا للتدريب المتقدم يضم المعسكر مدربين من قوات فاغنر الروسية لتدريب قوات الميليشيا. فرت قوات الميليشيا المتمردة مخلفة وراءها 5 دبابات و3 ناقلات جنود BTR، كما ترك المتمردين في المعسكر مدرعتين روسية الصنع وعدد من المدافع والأسلحة المتطورة. ياسر العطا يوجه رسالة إلى الرئيس الكيني: اترك قوات شرق إفريقيا وتعال بجيشك للتدخل ونحن بانتظارك. الجيش سنتعامل مع كل أنواع المتحركات على طريق أم درمان بارا كأهداف عسكرية للتدمير، وعلى المواطنين استخدام طريق الأبيض كوستي بدلا عنه. يوسف عزت: لا توجد قوة على أرض السودان قادرة على إخراج الدعم السريع من الخرطوم أو أي مكان، أو حتى مجرد التفكير في مصادرة حقوقهم المشروعة في تأسيس جيش مهني قومي واحد. مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين يصدر قراراً بإغلاق طريق الصادرات الخرطوم بارا لمنع استخدامه بواسطة قوات الدعم السريع في نقل منهوبات المواطنين وإدخال المرتزقة، كما قرر تحويل حركة مرور المركبات إلى الطريق الرابط بين الخرطوم وكوستي. هيئة مياه ولاية الخرطوم تفاجئنا بتقارير تشير إلى أن التكلفة الأولية لصيانة وتشغيل محطة مياه بحر تزيد عن 57 مليون دولار. هذه تكلفة خيالية جدا مقارنة مع الوضع الراهن للمحطة. أعلن تجمع الصيادلة المهنيين الانسحاب من تجمع المهنيين السودانيين، معللا الخطوة بعدد من الأسباب، وعلى رأسها الصمت على الانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوداني في مختلف المدن وعدم إدانتها من قبل تجمع المهنيين. لجان مقاومة شمبات الأراضي: يعيش إنسان شمبات والخرطوم بحري ظروف بالغة التعقيد، ويهدده الموت في كل لحظة بسبب انقطاع المياه 101 يوم عن المنطقة. عمر الدقير: اجتماع القاهرة لمناقشة الأزمة السودانية يكسب أهمية خاصة من حيث الزمان والمكان، ليس أمامنا غير العمل الجماعي لنوقف هذا الدم المفسوح ونمضي معا في طريق الخلاص. عثمان مرغني: الجيش السوداني غير وضعيته من الدفاع للهجوم وبات يبادر بتكتيكات واستراتيجيات ناجحة لحد كبير. محمد الفكي: 100 يوم منذ اندلاع الحرب اللعينة وصفها قادتها منذ الأسبوع الأول بحرب عبثية، ما يجعلنا نطرح أسئلة عن الذي يسعر نار الحرب ويزودها بالحطب. انطلاق فعاليات الاجتماع الموسع لقوى الحرية والتغيير السودانية في القاهرة لمناقشة سبل وقف الحرب ومستقبل البلاد.